الشاب المصري الطموح كان لديه حلم كبير: أن يصبح مهندس برمجيات في إحدى الشركات العالمية الكبرى. كان يتقن كتابة الأكواد ببراعة، ولكن كان يقف عائقا كبير في طريقه: اللغة الإنجليزية. كان يشعر بالإحباط في كل مرة يحاول فيها قراءة مقال تقني أو مشاهدة فيديو تعليمي باللغة الإنجليزية. الكلمات كانت تتلاشى أمامه كأنها مجرد رموز بلا معنى. ذات يوم قرر أن يضع خطة محكمة. بدأ بتخصيص ساعة يوميا لتعلم اللغة، لكنه لم يتبع الطرق التقليدية المملة. بدلا من حفظ القواعد، قرر أن يغمر نفسه في اللغة. بدأ يشاهد أفلامه ومسلسلاته المفضلة باللغة الإنجليزية مع تشغيل الترجمة الإنجليزية أيضا. في البداية كان الأمر صعبا، كان يوقف الفيلم كثيرا ليبحث عن معاني الكلمات. لكن شيئا فشيئا بدأت الكلمات تتكرر أمامه، وبدأ يربط بين نطقها ومعناها. لم يكتفي بذلك، بل جعل تعلمه جزءا من حياته اليومية. كان يستمع إلى الأغاني الإنجليزية أثناء الذهاب إلى العمل، ويقرأ مقالات عن التكنولوجيا باللغة الإنجليزية، حتى أنه قام بتغيير لغة هاتفه المحمول إلى الإنجليزية. أكثر ما ساعده هو التحدث. كان يشعر بالخجل في البداية، لكنه وجد شريكا لتبادل المحادثات عبر الإنترنت. تحدثا عن مواضيع مختلفة، عن هواياتهما وعن أحلامهما. في البداية كانت جمل تامر قصيرة ومترددة ومليئة بالأخطاء، لكن شريكه كان صبورا ويشجعه دائما. مرت شهور وتحول الإحباط إلى شغف. لم يعد تعلم الإنجليزية عبئا، بل أصبح مغامرة ممتعة. كان يشعر بالفرح عندما يفهم نكتة في فيلم، أو عندما يستطيع التعبير عن فكرة معقدة بطلاقة. وفي النهاية حانت اللحظة الحاسمة. تقدم تامر للوظيفة التي كان يحلم بها، واجتاز المقابلة بنجاح. لم يتحدث فقط عن مهاراته التقنية، بل تحدث عن شغفه وحلمه بالعمل في بيئة عالمية. كان يتحدث بثقة، والكلمات كانت تتدفق منه بسلاسة. لم تكن القصة عن تعلم لغة فحسب، بل كانت قصة عن الإيمان بالذات، وعن تحويل الصعاب إلى فرص. تامر لم يفتح لنفسه بابا لمهنة جديدة، بل فتح لنفسه عالما جديدا مليئا بالفرص والتجارب.